لو فاكر ان الذكاء الاصطناعي وقف عند استوديو جيبلي والفيديوز بتاعت صوره، تبقى غلطان. جوجل يا جماعه عملت طفره في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمر اي او الاسبوع اللي فات. المؤتمر كان كله اختراعات وحاجات فعلا تبهرك، بس في نفس الوقت تخوفك من اللي جاي. في الحلقه دي هنتكلم عن اهم الاختراعات اللي اتقدمت في المؤتمر، وهنعرف ليه جيميناي بقى هو النموذج الاكثر ذكاء ما بين كل المنافسين. ما تنساش بقى لايكك الجميل وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جد، ويلا بينا. السلام عليكم. الطبيعي في المؤتمرات انها دايما بتبتدي بالمنتجات البسيطه وتنتهي بالحاجات القويه، لكن انك تبدا المؤتمر بقوه وتنهيه بنفس القوه دي حاجه ما بتشوفهاش كتير. ونبدا بالجيميناي اللي كان عليه تركيز الاكبر طول المؤتمر. مبدئيا لو جيت دلوقتي تفتح اي موقع من اللي بيقيسوا قوه نماذج الذكاء الاصطناعي زي مثلا ال ام ارينا، هتلاقي المتصدر المركز اول المتربع على عرش النماذج اللارج لانجويج موديلز هو الجيميناي 2.5 برو، والنموذج ده بقى متوحش حرفيا، ودلوقتي ترتيبه اعلى من نماذج قويه جدا زي كلود وشات جي بي تي 4 او. فطبعا نجاح مبهر لجوجل. تسكت بقى؟ لا، تروح كمان تحط فيه وضع جديد اسمه ديب ثينك، والوضع خلى جيميناي عبقري من ناحيه التفكير المنطقي، وده طبعا خلاه احسن كتير في حل المسائل الرياضيه والبرمجيه المعقده. وبعد تجربه المطورين ليه اكدوا هم كمان انه احسن نموذج في البرمجه لحد دلوقتي. بس طبعا زي ما احنا عارفين ان لو نموذج بيفكر كتير هيكون معناه وقت طويل في الرد وبروسيسور باور عالي، واكيد كل ده بيترجم لتكلفه استخدام اعلى من اي نموذج تاني. وعلشان كده جوجل طلعت نسخه اصغر واسرع اسمها جيميناي 2.5 فلاش، بحيث انك تقدر تستخدمه في الحاجات اللي مش محتاجه تفكير او مش معقده بشكل كبير. ففي الحاله دي تقدر تستخدم فلاش علشان اخف واسرع، وفي نفس الوقت بيديك دقه كويسه برضه. واحد بقى يقول لي طب ما جيميناي 2.5 برو موجود ومتاح بقاله فتره، فين بقى الاختراع في كده؟ والله يا عزيزي، اللي حصل انهم ربطوا النموذج الخرافي ده ببقيه خدماتهم، واولهم الجيميل. والربط اللي حصل ده بيخليه دلوقتي يرد ردود متفصله عليك انت شخصيا، لانها بتبقى معتمده على محتوى الرسائل بتاعتك والمستندات اللي متخزنه في الجوجل درايف. كمان جوجل دوكس هتسمح للمستخدمين الاستفاده من جيميناي علشان يستخدموه في تلخيص المستندات او اعاده صياغه المحتوى باسلوب مختلف. ومن اقوى الانتجريشنز اللي حصلت هو ربط جيميناي بجوجل ميت، والربط ده هيوفر لك ترجمه فوريه خلال المكالمه. ومش بس كده، ده كمان هيحافظ لك على نبره الصوت والتعبيرات الاصليه للشخص اللي بتتكلم معاه. يعني لو بتتكلم حد صيني بعد كده هتلاقيه بيتكلم معاك Hi بلغتك Camilla, بشكل طبيعي let جدا. me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun, and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. That sounds wonderful. Is the house Eso close suena to public maravilloso. transportation, ¿Es la or casa do you cercana al recommend transporte renting a público car? o recomiendas alquilar un coche? Hay un autobús cerca, pero There's a yo bus te nearby, recomendaría alquilar un but I auto. would recommend renting a car so you can visit the nature and enjoy it. والميزه دي حاليا متاحه في النسخه التجريبيه للمشتركين في الجوجل اي اي برو والالترا، ولكن في الوقت الحالي في دعم اولي للانجليزي والاسباني. من الادوات القويه دلوقتي وجوجل بتقدمها بشكل مجاني وهي نوت بوك ال ام، والاداه دي دلوقتي بتقدر تعمل ملخصات لاي دوكمنت او حتى حلقه يوتيوب او بي دي اف، اي حاجه بقى، وتحوله اكنه بودكاست بصيغه صوتيه. بالنسبه بقى للبحث في جوجل هنلاقي ان بقى في ميزتين جداد. الاولى اسمها اي اي اوفر فيوز، ومتاحه حاليا لكل الناس، وهتلاقي دلوقتي هي اللي بتجاوبك لو بتقارن ما بين حاجتين، او بتسال سؤال وبتستفسر عن حاجه معينه، او مثلا الاسئله اللي الاجابه بتاعتها عباره عن خطوات تقدر تنفذها وهكذا. والميزه الثانيه هي وضع الاي اي مود، وده عباره عن جيميناي ولكن شغال جوه محرك البحث، وده الاذكى بكتير من اي عمليه بحث تقليديه شفتها في حياتك. يعني ممكن دلوقتي تساله سؤال وتبحث عن حاجات معقده وفيها تفاصيل كتير محتاج ياخد باله منها علشان يرجع لك افضل نتيجه للسؤال اللي انت سالته. يعني مثلا تقدر تقول له اقترح لي مطعم الريفيوز عليه كويسه، المطعم ده مثلا اقدر اروحه انا والمدام وطفلين صغيرين وعايزين ناكل بيتزا. طبعا انت بالنسبه لك السؤال ده يبان عادي، لكن هو بقى بالنسبه له بيدور الاول على المطاعم اللي بتقدم اكل ايطالي وفي نفس الوقت يكون فيها كيدز اريا للاولاد، وفوق كل ده الريفيوز بتاعته تكون حلوه. ولو انت كمان قايل له على ساعه مثلا هتروح له فيها، يقدر يفلتر لك نتائج البحث على المطاعم اللي فيها حجز في الوقت ده. لو الموضوع كمان بقى كبر منهم وبقى دلوقتي البحث يقدر يتابع معاك في نفس السياق. يعني لو انت بعد ما طلعت النتائج ممكن تقول له انا عاوز مطعم فيه قعده او الدور وسعره يكون في الحنين، في الوقت ده مش هتلاقيه بيقول لك هنخلص بقى تقول طلباتك كلها من الأول، مستخدمين آخر زمن. لا، مش هيقول لك كده. بالعكس هتلاقيه مرحب جدا ومكمل معاك عادي، وبدأ يقترح لك مطاعم فيها كل المواصفات اللي انت طلبتها. بس للاسف الحلو ما يكملش.
أداة ال AI مود متوفرة دلوقتي في أمريكا بس، والله أعلم هتبدأ تتوفر إمتى لباقي الدول. وبما إننا بقى في زمن الأوجمانتد رياليتي والأجهزة اللي بتتفاعل مع البيئة المحيطة، فجوجل بقى أطلقت العملاق الجديد بروجكت أسترا. وبروجكت أسترا ده في الأساس هو مشروع بحثي من جوجل ديب مايند. الهدف منه إنهم يعملوا مساعد ذكي اصطناعي يعرف يفهم ويتفاعل مع البيئة المحيطة بشكل طبيعي جدا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ بص يا سيدي، بروجكت أسترا ده بيقدر يشوف ويسمع ويفهم، على عكس النماذج القديمة بتاعت زمان اللي كانت يا دوبك بترجم الكلام وترد عليك وبس. أسترا دلوقتي بيقدر يشوف اللي الكاميرا بتاعت الموبايل بتصوره، ويفهم انت بتتكلم عن ايه في السياق ده. يعني لو وريته حاجة بكاميرا الموبايل يقدر يتعرف عليها ويديك معلومات عنها كأنك بتكلم واحد صاحبك بالظبط. والردود بتاعته سريعة وسلسة جدا، وبيقدر يفهم اللغات وكمان اللهجات المختلفة، ويدي ردود طبيعية بدون أي تأخير أو تقطيع في الكلام. وبيقدر بقى كمان يفتكر تفاصيل من المحادثات اللي فاتت والحاجات اللي شافها قبل كده، وده بيخليه يديك إجابات دقيقة جدا ومبنية عن خبرات سابقة. فلو حاولت بقى تغلطه أو إنك تبني معلومة أو سؤال عن حاجة هو شايفها مش منطقية، فهيعرف على طول إنك بتهس عليه، وهيقول لك اظبط أحسن لك. That's a pretty nice convertible. I think you might have mistaken the garbage truck for a convertible. Is there anything else I can help you with? What's this skinny building doing in my neighborhood? It's a street light, not a building. والأداة دي طبعا قوية جدا، والأقوى إنك تقدر تستخدمها من النهاردة جوه برنامج جيميناي لايف بشكل مجاني تماما. وبرضه من الحاجات الصايعة قوي اللي أعلنوا عنها أداة اسمها ايجنت مود. والأداة دي ببساطة بتخلي الاي اي يشتغل كأنه مساعد شخص حقيقي. يعني تقدر تقول له يظبط لك مواعيدك أو ينظم لك جدولك أو حتى يرد على العملاء بتوعك بدل ما تقعد ترد عليهم واحد واحد. بس للأسف الميزة دي لسه في مرحلة التجارب ومتاحة بس في أمريكا. لما نيجي بقى لنقطة الشوبينج والحاجات اللي بتدفع فيها فلوس كتير دي، فجوجل برضه وصلت لمرحلة متقدمة جدا، وهي إن لما تشوف حاجة وتعجبك وعايز تشتريها بس لقيت سعرها مش مناسب، فتقدر تحدد سعر معين للمنتج وتقول لتطبيق جوجل شوبينج لو المنتج ده سعره نزل للسعر اللي انا حاطته لك ابعت لي نوتيفيكيشن، او حتى ممكن تقول له اشتري على طول من غير ما ترجع لي. ومش بس كده، لو انت كمان بتشتري ملابس فتقدر تجربها بشكل افتراضي قبل ما تشتريها. وعلشان تعمل كده هتحتاج انك ترفع صورة ليك بالكامل، وبعد كده تختار القطعة اللي انت عايز تجربها عليك. الأداة في ظرف كام ثانية هتلاقيها مطلعه لك صورتك وانت لابس القطعة اللي عايز تشتريها دي، علشان تقدر تشوف شكلك عامل ازاي قبل ما تلبس. والكلمة دي طبعا مختارة بعناية، بس برضه الميزة دي متوفرة في أمريكا ولسه مش متاحة لباقي الدول. يا دوبك بقى لسه بنستوعب العظمة بتاعت جيميناي دي، هوب نلاقيهم طلعوا لنا بالفي 3، واللي باين من اسمه انه بيعمل فيديوهات. ومع الاصدار الجديد ده ادى موديل صوره احلى كتف قانوني وجابه على الارض، وده لان مع التحديثات الجديده للنموذج بقى بيدعم توليد الفيديوهات بالصوت، بما في ذلك بقى الحوار ما بين الشخصيات والمؤثرات الصوتيه وحتى الاصوات المحيطه. What manner of magic is that? يعني حرفيا هو بيعمل لك جريمه متكامله الاركان، ويقدر يعمل لك مشهد بالكامل من الصفر، وده تطور مرعب الحقيقه. بعد كده بقى بدأوا يتكلموا عن الموديل الجديد اللي هو Imagen 4، وده الموديل اللي بيعمل الصور، وبرضه اتطور بشكل كبير من حيث الجودة والتفاصيل الدقيقة زي ملمس الأقمشة وقطرات المية، وتفاصيل تانية كتير هتخليك مش عارف تميز الصورة الحقيقية من الصورة اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي. وعشان يكمل بقى فيلم الخيال العلمي ده، جوجل كمان أعلنت عن أداة تانية اسمها فلو، ودي نقدر نقول عليها دمج ما بين فيو وإيميجن. وفلو بقى بتديله مجموعة من الصور اللي معمولة بإيميجن وحبة فيديوهات معمولة بفيو، وهو بقى يسرح بخياله ويضرب كل ده في الخلاط ويطلع لك فيديو ولا أجمد ميديا برودكشن. ولو في بقى مشهد عجبك بس عاوزه يكمل أكتر شوية، ممكن تعمله تمديد أو اكستند، هتلاقي الأداة بتكمله بشكل طبيعي ومنطقي جدا. فطبعا احنا وصلنا لمرحلة من الجنان الاصطناعي ملهاش ريفرس جير خلاص، فمن الواضح ان احنا محتاجين نتأقلم مع اللي جاي. وانا بصراحة كواحد من الناس اللي كانت بتتفرج على المؤتمر ده ما بقيتش فاهم يعني هو الواحد المفروض يعمل ايه بالظبط. نفرح بالتطور الخطير ده ولا نقلق على نفسنا، ولا يا ترى اللي جاي مخبلنا ايه بالظبط؟ وللسبب ده كان ضروري جدا ان جوجل تشتغل على تطوير ديجيتال ووتر مارك علشان تقدر تميز اي محتوى معمول بالنماذج بتاعتها الجديده، وبكده يقدروا باستخدام الاي اي برضو يعرفوا ان كان الصوره دي او الفيديو ده حقيقي ولا اشتغاله. وفي المؤتمر اعلنوا العلامه المائيه دي هيكون اسمها سينث اي دي، وقالوا كمان ان حاليا في اكتر من 10 مليار قطعه محتوى عليها العلامه المائيه دي بالفعل. وكمان نزلوا لها أداة اسمها Sense ID Detector، والأداة دي تدي لها المحتوى اللي أنت شاكك فيه، والاي اي هيجيب لك قرار. ودي أظن حاجة حلوة جدا، وخصوصا بعد الهبل اللي بيطلع كل يوم على السوشيال ميديا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي نفس يوم المؤتمر خلوا الأداة دي متاحة للديفلوبرز عشان يبدأوا الاختبارات عليها،
والمفروض قريب جدا هيتم الاعلان عنها بشكل رسمي. وطبعا جوجل في الوقت الحالي بتشجع باقي الشركات زي اوبن اي اي وميد جيرني وكل ادوات الذكاء الاصطناعي المشهوره انها تستخدم نفس الووتر مارك دي عشان يبقى في رقابه وريجوليشنز على المحتوى اللي بيتم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد كده بقى جوجل بدات تتكلم عن نظام تشغيل اندرويد اكس ار المستخدم في النظارات الاوجمانتد والفيرتشوال رياليتي الجديده بتاعتهم، ودي عباره عن شراكه ما بين جوجل وسامسونج ومجموعه شركات تانية عشان يقدروا يطوروا ويصنعوا نظارات ذكيه خاصه بيهم. والنظاره الجديده دي مش بس فيها بروجيكشن في العدسه نفسها، لا دي كمان فيها كاميرات وميكروفونات متوصله بشكل مباشر بجيميناي، فتقدر بقى تساله عن اي حاجه وهو يجاوبك بشكل سريع جدا. ولو محتاج يعرض لك حاجه زي مثلا يوريك خريطه او يظهر لك ترجمه فوريه، فكل ده بيطلع لك على عدسه النظاره نفسها. وافضل حاجه بقى ان النظارات دي تقدر تستخدمها بشكل يومي من غير ما تكون حاسس انك معزول عن العالم. بالعكس النظارات شكلها طبيعي جدا وفيها مميزات كتير، وبالتاكيد هتتفوق على نظاره ريبان بتاعه ميتا. اخر اداه بقى اتكلموا عنها وهي بروجكت مارينر، ودي اداه بتقدر تتفاعل مع مواقع الويب زي الانسان ما بيعمل بالظبط. يعني تقدر تقرا النصوص، تضغط على زراير، تملى فورمز، تقدر تنقل ما بين الصفحات وهكذا. يعني لو عندك اي تاسك بتعملها بشكل روتيني ومش بيتغير، تقدر تطلب من مارينر يعملها بدالك وانت حاطط رجل على رجل. لما جم بقى يتكلموا على جزء الاسعار والفلوس والحاجات اللي بتكركب البطن دي، قالوا ان في خطتين. الاولى وهي اي اي برو، ودي سعرها $20 في الشهر، ولو انت في مصر فالتكلفه هتكون في حدود 700 جنيه مصري حاليا. ودي بتقدم لك فيها جيميناي 2.5 برو، وبتاخد كمان مميزات الديب سيرش والانتجريشن بتاع جيميناي مع بقيه تطبيقات جوجل، وكمان انك تستخدم ادوات زي نوت بوك ال ام وويسك اللي بيشتغل بفيديو بس الاصدار القديم فيرجن 2. ولكن هيكون برضه ليك اكسس على فلو ومساحه 2 تيرا بايت على جوجل درايف، ولو انت طالب فممكن تشترك فيه ببلاش. ابسط يا عم. بس الصراحه انا مش متاكد هو المده قد ايه بالظبط، فادخل بص كده مش هتخسر حاجه. ونظام الاشتراك الثاني وهو الاي اي الترا، وهنا ساسكت قليلا لانك محتاج تدفع $250 في الشهر، والبلان دي بيقدموا فيها نفس مزايا البرو بس مع عدد غير محدود في استخدام الجيميناي، وهتكون من اوائل الناس اللي هيجربوا الفيو 3 مش عايز. وكمان تقدر تستخدم بروجكت مارينر ومعاه يوتيوب بريميوم و30 تيرا بايت على جوجل درايف. وبس كده، دي كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله واستفسارات اكتبها لي في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.